السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ واحد منكم كوميتكس. النهارده ان شاء الله تعالى عندنا مقطع خرافي عن اسماعيل الازهر صاحب الكرش الذي يطيح بالجميع. فخلينا نشوف مع بعض كده هذا المقطع الخرافي. يلا ليتس جو. رهيب يا اخي، رهيب رهيب ما شاء الله. السلام عليكم متابعينا الكرام، في هذا يا المقطع الله. المميز والذي سنحدثكم فيه عن البطل المغربي المدمر صاحب الجسد المترهل والجسم البدين الذي استطاع تحقيق ما لم يحققه أقوى المقاتلين الذين يتمتعون بالبنيات المفتولة العضلات. هذا الكيك بوكسر حير العالم بقوته الرهيبة وقدراته الهائلة في القتال، حتى أنه أرق بطل العالم المخيف ريكو فيرهوفن ل4 جولات كاملة، وكاد يسحقه في واحدة من أمتع النزالات. إنه إسماعيل الأزهر الذي كان يصدم خصومه رغم شكل جسده السمين وينتقم منهم بالضربات القاضية داخل حلبة النزال بعدما كانوا يستهزئون به. تابعوا معنا المقطع للنهاية لتتعرفوا على الأعجوبة إسماعيل الأزهر، وأين اختفى، وهل سنراه مجددا في حلبة النزال. خلينا نشوف يعني. بعدما هاجر والداه المغربيان الأصل إلى هولندا بحثا عن حياة أفضل سنة 1990، ولد إسماعيل الأزهر الطفل السمين والمبتهج الذي لم يكن مهتما بالرياضة على الإطلاق، إلى أن جاء اليوم الذي سيكتشف فيه إسماعيل أن لديه قدرات قتالية رغم شكل جسده المترهل، وذلك عندما قام أحد أقربائه بدعوته للتدريب على رياضة الكيك بوكسينج في إحدى النوادي الرياضية. وبالفعل فقد خاض الأزهر نزالا مع أحد المتدربين هناك لكي يكتشف ويقع في حب هذه الرياضة التي جعلته يشعر بالمتعة عند القتال. لقد أصبح هذا البطل مولوعا برياضة الكيك بوكسينج ووجد ضالته بها، وذلك جعله يكرس حياته لاحترافها. انضم الأزهر لمنظمة انفيوجن العالمية وبدأ يخوض النزالات الاحترافية لكي يستطيع تحقيق سجل محترم في وقت قصير. ورغم طوله الذي لا يتعدى 180 سنتيمترا وجسده المليء بالدهون، إلا أنه كان ينافس في بطولة الوزن الثقيل مع العمالقة بحكم وزنه الذي كان يقارب 120 كيلوغراما. هذا الشيء جعل خصومه يستهزئون به ويقللون من تقديره، ولكن هذا المقاتل السمين كان يتحول إلى وحش مفترس أثناء النزال، وكان يقوم بتأديب خصومه ومعاقبتهم على أرض الحلبة الواحدة والآخر، حتى أنه اكتسب شهرة عالمية أتاحت له الفرصة للقتال على بطولة الوزن الثقيل لأول مرة ضد المقاتل العملاق والمفتول العضلات دانيال سام. لقد كان هذا النزال بمثابة صدمة للجماهير حول العالم، لأن الكل كان يراهن على فوز العملاق سام ذو الجسد الهائل والمفتول، إلا أن إسماعيل الأزهر سيطر على النزال منذ الجولة الأولى وبدا منيعا ضد لكمات دانيال، وبدأ بتحطيم خصمه بالعديد من الضربات المدمرة بالرغم من الفارق الكبير بينهما. شوف يعني خلاص هي ازداد. في الجولة الثالثة هز البطل المغربي خصمه بيسارية مدوية أسقطته بالقاضية، واستطاع نيل لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. يحيى الازهر عبقري. شوف لا دائما منزل ايده الشمال، مميز مميز الازهر.
دافع الأزعر عن لقبه الثمين في عدة مناسبات ونزالات، وأشهرها النزال مع المقاتل الجنوب إفريقي أندرو تومسون، الذي لم يستطع الصمود أمام ضربات الأزعر لأكثر من 20 ثانية فقط. استمر إسماعيل بالإطاحة بخصومه يمنة وشمالا حتى أصبح في رصيده الاحترافي 30 انتصارا في مقابل هزيمتين فقط. عندها قامت منظمة جلوري بالتعاقد معه لكي يكون على موعد مع أكبر وأخطر نزال في مسيرته ضد المقاتل وبطل العالم الهولندي ريكو فيرهوفن، وذلك سنة 2017. ولكن هذه المرة كانت الجماهير متضاربة حول من سيفوز، وبدا بأن الأزعر سيفوز ويعيد ذكريات انتصاره على دانييل سام. إسماعيل لم يخيب ظن محبيه أمام بطل العالم وقدم آذاء مذهلا، فمع بداية النزال بدت الكفة متوازنة بين المقاتلين وآداؤهم كان متقاربا جدا. لكن وفي الثواني الأخيرة لانتهاء الجولة الأولى استطاع الأزعر إصابة ريكو بيمينية هائلة جعلته يعيد النظر بقدرات البطل المغربي. في الجولات الثانية استطاع ريكو أن يسيطر على النزال بعض الشيء، واستغل فارق الطول ومدى ضرباته الطويلة بدأ يعمل جيبس الأزعر ومنعه من الوصول إليه. في الجولة الأخيرة ازدادت الإثارة والتشويق بعدما قرر الأزعر الدفع بكل ما لديه لمحاولة إسقاط ريكو بالقاضية لكونه متأخرا بعدد النقاط. وبالفعل فقد استطاع إصابة ريكو بضربات مدمرة أجبرته على التراجع والاحتماء خشية السقوط. ولكن للأسف فإن ذلك لم يكن كافيا للإطاحة بريكو لكي يعلن الحكام فوز فيرهوفن بعدد النقاط. إلا أن الأزعر فرض احترامه على الجميع بعد المستوى الرائع الذي قدمه في هذا النزال، والذي يعتبر آخر نزال في مسيرته. فقد تم منعه من القتال لمدة 4 سنوات بتهمة تعاطي بعض العقاقير الممنوعة، ومنذ ذلك الحين وهذا البطل غائب عن ساحة القتال تاركا الجميع في حيرة من أمره. وإلى حد الآن لم يصرح هذا البطل المغربي بعودته للقتال، ولكننا نأمل عودته مجددا لإمتاعنا بمستوى قتاله الرائع والابتسامة الشهيرة على محياه. دعوا لنا أتمنى شباب تكونوا استمتعتوا، اكتبوا لنا تحت لكم اقتراحاتكم، إن شاء الله إسماعيل يعود أقوى من الأول، وأتمنى تكونوا استمتعتوا. بس مع السلامة.